إليسياس فالانيفا هو الذي يدير هذه المباراة التي تنطلق لصالح فريق برشلونة على يمين الشاشة وبيتيس على يسار الشاشة. فريق بيتيس إشبيلية الذي يدربه بيب ميل الذي طلب من لاعبين الإبقاء على غوارديولا مدربا للآلة الكاتالونية. وأول انطلاقة لصالح بيتيس من هناك على الجهة اليسرى عن طريق مونتيرو، تلحق مونتيرو مع ضعيف التسلل والكرة الحكم خلى الأفضلية. كرة ممتازة كانت مغرب انيستا، صعب الكرة هذه انيستا ولا ضربية. لا الحكم يقول ضربة مرمى، الحكم يقول ضربة مرمى. تسديدة ممتازة من ماريو وانيستا يشعل المباراة في أول مقطع لفريق برشلونة في بداية هذه المباراة. هنا محاولة المرور في المساحات الضيقة، انطلاقة على الجهة اليمنى عن طريق سالفاتور سيفيا، يلعبها في العمق، كرة صعبة هائلة ممتازة. جول! كرة صعبة وأول كرة خطيرة لبيتيس، كاد يفتح مجال التسجيل فريق بيتيس إشبيلية. فريق برشلونة دائما لما يلعب بثلاث مدافعين يجد صعوبة. خوخي مولينا كاد يفتح مجال التسجيل لبيتيس إشبيلية أمام البارسا. التمريرة كم كانت رائعة يا مارتين كاسترو، التمريرة من كاسترو لمولينا، والبارسا كادت تتلقى أول أهداف المباراة. برشلونة التي سجلت هنا في كامب نيو 39 هدف من دون أن تتلقى هدفا واحدا. كرة مقوسة القائمة، ممتازة جدا ومباغتة. الكرة هذه بالراس، الفرصة الثانية لبيتيس، فالديس ينقذ البارسا ثانية. كم كانت رائعة هذه الرأسية. تشافي يصل لبوسكيتس، تشافي يخرج بالكرة دائما، تشافي يطلبها انيستا يرجع لتشافي، من العند اليسرى ناحية سانشيز يتوغل، صعبة الكرة هذه، سانشيز تسلل فابريغاس، تشافي يفتح مجال التسجيل لفريق برشلونة ويسجل هدفه السادس في مباراة رقم 400. هدف مغاير لمجريات اللعب تحت تسبيقات دافيد فيا. برشلونة يفتح مجال التسجيل، هل كان متسللا أم لا؟ اللاعب جات فابريغاس سنشاهد هنا، لا أبدا لم يكن متسللا. فابريغاس بيسرى ضربت في القائم، رجعت لتشافي، التمريرة رائعة من اللاعب أليكسيس سانشيز وتشافي في المكان المناسب. أكدنا بأن فابريغاس لم يكن متسللا. فابريغاس، ميسي، رجعت لبوسكيتس الآن فابريغاس ثم انيستا مع سانشيز، يوصل انيستا لسانشيز، وقف سانشيز، أرضية ممتازة. ميسي، ليونيل ميسي يخرج كالقط في القائمة الثاني ويسجل الهدف الثاني وهدفه رقم 18 في الدوري. 18 هدف في 18 مباراة، مجموع أهدافه هذا الموسم 31 مباراة، 32 هدفا بالنسبة لليونيل ميسي بين الدوري والكاس الممتازة ودوري أبطال أوروبا وكاس العالم. لقطة ثلاثية ممتازة بين انيستا وكذلك سانشيز وليونيل ميسي، يسجل باليمنى، يسجل باليسرى، يسجل بالراس، يسجل بالصدر وبالكتف وحتى بالظهر، يفعل ما يشاء، خرج في الوقت والمكان المناسبين، سبق المدافعين وسجل هدفا ثانيا قاتلا لصالح فريق برشلونة. بارسا هذا الموسم في الدوري. ليونيل ميسي في وسط الميدان، وانطلق انيستا، وصلته من عند ليونيل ميسي، ممتازة التمريرة من ليونيل ميسي، وانيستا رجعت له ثانية، الحكم لم يقل شيئا. ميسي تدخل بويول، ينقذ الموقف ويخرجها بكل قوة. بويول ثم ليونيل ميسي، انطلق هاي صعبة، راح ميسي عنده الكرة، ميسي يجري، ميسي دايما، ممتازة ميسي، ميسي انطلق امام ثلاث لاعبين تفوقوا عليه في نهاية المطاف. هذه المرة المدافع كان أسرع منه. شوف طريقة جري ليونيل ميسي، هناك توازن كبير بين الكرة وبين يداعب الكرة ويلعبها المنافس، يصاب بالدوران. هي الكرة هذه لميسي، ممتازة من بوسكيتس اللي قال عنه غوارديولا بأنه أحسن مسترجع. لا عفوا التمريرة كانت من جيفرسون. ممتازة الكرة هذه والتموغل على الجهة اليمنى، خطيرة لصالح بيتيس. لقطة ممتازة مرة أخرى
4 فرص سانحة للتهديف لصالح بيتيس من دون تنسيق. 3 فرص للبارسا سجل منها هدفين. الكرة ضربت في بوسكيتس اعتقد وخرجت ركنية. جيفرسون توغل ومرر كرة ممتازة ناحية كاسترو، كرته خرجت ركنية. لا اعتقد لم تلمس المرمى. كوينسا من هناك عجلونا محاولة المرور. كوينسا سريع جدا يتوغل. كوينسا أرضية بين أحضان كاسترو. طبعا يصفقوا الجماهير على كوينسا لاعب شاب 20 سنة. أبي فريق برشلونة فوق أرضية الميدان ككتلة واحدة، ما يخليوش أكثر من 6 أمتار بين لاعب وآخر. كرة صعبة لصالح ناصر بيتيس. خطيرة الكرة هذه. الهدف بتسلل. لا جول. نعم. هدف أول لبيتيس. كرة ممتازة وهدف أول لبيتيس عند الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول. هدف مستحق لبيتيس اشبيليا سجله روبن مارتين كاسترو الذي سجل هدفه السادس هذا الموسم. شوف الانطلاقه والتوغل ممتازه الكره هذه عن طريق اللاعب مولينا اللي وزعها. شوف وضعيه كاسترو في مكان لا لم يكن متسللا. لا لان خافير ماسكيرانو كان غالق هنا الزاويه. يتمكن اللاعب كاسترو من تسجيل هدفه السادس هذا الموسم. هدف ضد البارسا يبقى عنده وزنه. البارسا متفوقة ب 51 هدف مقابل هدف واحد هذا الموسم يعني في كامب نيو. مخالفات المقوصة داخل أرضية الدفاع يدخل. تبقى الخطورة دائما لصالح بيتيس. عودة عناصر البارسا كلهم إلى منطقتهم. وجانبية. التسديدة جانبية ركنية ضربت في أحد اللاعبين، كانت من جيفرسون مونتيرو الاكوادوري 22 سنه لاعب سابق لنادي فياريال. كرة الركنيات كمية صعبة بالنسبة لبيتيس في القائمة الأول. خروج غير موفق من فالديس. خروج غير موفق من فالديس من أمام سلفاتور. لا من أمام مولينا. فقامت تمكن من انه يسبق عدد كبير من اللاعبين ويسبق حتى فيكتور فالديس. خوخي مولينا مسجل هدفين لفريق بيتيس هذا الموسم. ينبغي حتى لاعبي فريق بيتيس قراب من الكرات وقراب من لاعبي فريق برشلونه غلقوا كل المنافذ. إيريني يبحث عن رفيقه مونتيرو. جيفرسون والدفاع. توزيعه ممتازه من جيفرسون مونتيرو وتغطيه دفاع. لا اظن لانه كثره مباريات الريال مع البارسا حتى ان كثرتها يجعل منها ممله في بعض الاحيان. كره صعبه مالونا ميسي ولبسه يد. قلت بان كثرتها كما قال كيكير كاتياس يقتل المباراه الكلاسيكيه لما تكون 6 ولا 7 مرات في الموسم بعد ما كانت 2 إلى 3 اقصى حد. ليونيل ميسي بيده يتلقى البطاقه الصفراء. اعتبر حكم المباراه بان ميسي المس الكرة عمدا. الدفاع يتدخل ينقذ الموقف. فالحكم لم يضيف شيئا ويعلن نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 45 هدفا